على فكرة مشروعين تجمعيين، واحد بغطاء ديني اسمه حركة النهضة، واحد بغطاء برجيبي حداثي اسمه نداء تونس. يعني شفيق ومرسي من جديد؟ أنا ساديبون أنا وشفيق، فما برشا شفيق في تونس، ولكن تنجم تقول ما اكتشفناه يعني بالممارسة على أرض الواقع هو أنه هناك حزب اسمه حركة النهضة كانت عندها نية واضحة وجلية للتغول وللسيطرة على كل مفاصل الدولة دون استثناء. بدأ ذلك بتعيين الولاة، وبعض الولاة منهم من هم تجمعيون ومنهم من هم يعني محسوبون على حركة النهضة، ثم المعتمدين، ثم يعني الإدارات العامة ويعني المناصب العليا أو الكوادر العليا في البلاد. فبالتالي حركة النهضة يعني بتحالفها مع نفس القوى المالية التي كانت تمول يعني الحملات الانتخابية للتجمع، بتحالفها مع نفس رجالات وإعادة تبنيها لنفس أجهزة التجمع ورجالاته ومموليه ونفس الشبكة يعني لرجال البنوك ورجال المال ورجال الأعمال، هي بصدد إعادة استنساخ أو استيعاب هؤلاء يعني هذه الأجهزة وهذه الرجالات لتشكل حزب تجمعي ديني. فما حزب مهيمن اليوم على مفاصل الدولة، تجاوز الدولة، وفي طبيعة أو طريقة تسليم بغدادي محمودي كان هناك يعني تجاوز لأجهزة الدولة ومؤسسات الدولة كما رئاسة الجمهورية مثلا، ونجم نرجع في تفاصيل يعني قانونية أو لا شرعية أو لا هذا القرار، ولكن كان فما هناك تجاوز للدولة. وهنا أنا يعني نطرح فعلا سؤال، هل حركة النهضة تعترف بالدولة؟ هل تعترف بالدولة؟ فما قصيدة لنزار قباني تقول متى تعلنون وفاة العرب؟ أنا أقول متى تعلنون وفاة الثورة؟ يعني بالنسبة لك حتى الثورة الآن في الميزان؟ الثورة في الميزان، الثورة على المحك مكبها. نظن التوانسة الكل يعني حاسين بالشيء هذا. شوف اللي صار هو أنه الترويكا هذه، ونرجع لطبيعة الأزمة السياسية وكما قلت خرافة هذه الكتلة التاريخية إلى آخره، التحالف هذايا تبني على أساس إعلان نوايا. إعلان النوايا هذا ينص على ضرورة الإسراع في الإصلاح ولو كان تدريجيا. اللي راه اليوم في حركة النهضة، خاصة في حركة النهضة، لأن هي الماسكة على الأقل بالوزارات المعنية بالإصلاح. يعني الوزير الوحيد يمكن كان معني بالإصلاح اليوم موجود يعني استقال في الإصلاح الإداري. حركة النهضة كما قلت قبليك هي قاعدة تتبنى وتعاود تشكل التجمع القديم. ملف القناصة حتى لليوم هم مش حابين يحيلوه على القضاء العدلي المدني. فما ملف القناصة، فما ملف الشهداء والجرحى في ملف الجرحى، ولكن حركة النهضة أنا نقولها ونتحمل مسؤوليتي أيضا تاجرت بملف الجرحى. علاش تاجرت بملف الجرحى؟ لإهدائه على طبق من ورد لقطر، لأنه تعرف أن التوانسة ما يحبوش قطر، ما تتمتعش بشعبية وهي الحليف الاستراتيجي لحركة النهضة، فبالتالي تم الاتجار يعني بملف الجرحى لحركة النهضة لنيل يمكن رضاء التونسيين واستحبابهم. وأنا نأسف لهذا، لأنه هذا سبب بطبيعة تأخير ومماطلة أيضا عندما تدخل السياسة في المسائل الإنسانية، المسائل المبدئية. الحقيقة شيء مؤسف. ملف أيضا الفساد والرشوة، استرجاع الأموال المنهوبة، كل هذا. وبن علي ما كانش يسرق وحده، بن علي كان وراءه نظام كامل، كانت وراءه رجالات، نفس الرجالات اللي اليوم حركة النهضة تتبنى فيهم وتستعمل فيهم وقاعدة يعني تخدم معهم. الداخلية لإصلاح العقيدة الأمنية، لرد الاعتبار للشهداء للجرحى إلى آخره إلى آخره. تشوف ميزانية تكميلية ما تقراش في حسابها تعويض الشهداء أو يعني معالجة الجرحى، وتشوف أشياء يعني إعادة استنساخ للمنوال التنموي للنظام البائد، نظام تنموي نيو ليبرالي متوحش. نفس المشاريع يعني مشاريع التي معناتها رسمها بن علي قاعدين اليوم يطبقوا فيها، واللي هي يعني خاصة بجهات معينة على حساب جهات أخرى. فبالتالي أنا لا أرى ثورة على أرض الواقع، لا في الممارسات ولا في السلوك. أنا أمام قوتين صاعدتين، من ناحية النهضة ومن ناحية نداء تونس، اللي هم على فكرة مشروعين تجمعيين، واحد بغطاء ديني اسمه حركة النهضة، واحد بغطاء برجيبي حداثي اسمه نداء تونس. يعني شفيق ومرسي من جديد؟ أنا ساديبون أنا وشفيق، فما برشا شفيق في تونس، ولكن تنجم تقول